هي طبعا ثورة ال25 من يناير بالتأكيد الأيام القادمة سوف يحدث رصد لكثير من هذه الأحداث وتحليلاتها وبعض الأمور ربما التي ما زالت حتى الآن ربما لا يعرفها الكثيرون. وبين هذه القضايا أو الأمور هو موقف الجيش من الثورة. أنا أخذت الجزء ده وتناولت الفترة من 28 يناير منذ نزول الجيش في 5 مساء إلى عصر يوم 11 فبراير اللي هو يوم التنحي. الحلقات اللي بتنزلها الأخبار وصحيفة الأسبوع سويا بتنزلها الأخبار يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع بتتناول تفاصيل ما حدث. مثلا الحلقة الأولى اتكلمنا عن بعض الأسباب التي دفعت إلى الثورة، وفي نفس الوقت موقف الجيش من قضية التوريث والأيام الأولى للثورة. على سبيل المثال تناولت في الحلقة اللي فاتت الموقف لما سافر الفريق سامي عنان إلى خارج البلاد، كان في سفر في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده يوم 24. تعطلت الطيارة فاضطر ياخد طيارة على باريس ومنها إلى الولايات المتحدة، وكان بيتابع الأحداث من هناك. اتصل بيه المشير طنطاوي يوم 26 ويوم 27 كانوا بيدردشوا فيما يحدث على أرض البلاد. يوم 28 قرر الفريق سامي عنان العودة إلى مصر. قبل أن يعود رئيس أوباما بعت له رئيس القيادة المركزية الأمريكية قبله في قلعة أندروس قبل ما يسافر، وسأله سؤال واحد ووحيد: ماذا سيكون موقفكم من المظاهرات الموجودة في القاهرة؟ فكانت الإجابة اللي قالها الفريق سامي عنان، وهي حصيلة اتفاق بين فريق سامي عنان والمشير طنطاوي، أننا لن نطلق الرصاص على المتظاهرين بأي شكل من الأشكال. لما رجع وهو راجع في طيارة مصر للطيران سأله مضيف الطيارة في الوقت ده، قال له: سيد فريق أنا عايز أسألك 3 أسئلة. قال له: اتفضل. السؤال الأول: ما هو موقفكم من المظاهرات؟ قال له: هذه مظاهرات مشروعة والشعب المصري هو اللي خرج بالمظاهرات ونحن لن نستخدم العنف ضد المظاهرات. السؤال الثاني: ماذا إذا طلب الرئيس مبارك منكم استخدام العنف ضد المتظاهرين؟ فقال له: لن نطلق الرصاص على أي من المتظاهرين بأي حال من الأحوال. السؤال الثالث: ماذا إذا حدث استفزاز من المتظاهرين للجيش؟ هل ده ممكن يكسر الستار ويبقى في مشكلة بينكم وبينهم؟ فقال له: حتى لو المتظاهرين حاولوا الاعتداء على الجيش فالجيش لن يستخدم العنف بأي حال من الأحوال. لما رجع الفريق سامي عنان كان وصل هنا الساعة 12 الظهر، أول حاجة عملها إنه قعد مع المشير طنطاوي واتفق على الاستراتيجية. الخطة اللي نزلوا بها الجيش في هذا الوقت اسمها خطة إرادة. الخطة دي كانت موجودة من قبل كده. ماذا كان السؤال المطروح في القوات المسلحة: ماذا إذا حدث موضوع التوريث؟ موضوع التوريث بالتأكيد هتبقى له تداعيات خطيرة في الشارع المصري. فكانت الخطة دي موضوعة. إذا حدث هذا الكلام هينزل الجيش في الشارع، ولكن عقيدة الجيش وقرار الجيش اللي كان محل اتفاق بين المشير وبين فريق سامي عنان حتى قبل الثورة هو أن الجيش مع الشعب، وأن الجيش لن يمرر مشروع التوريث بأي حال من الأحوال، وأن الناس وأن احنا هنلتقي مع الشعب المصري ولن نترك هذا الأمر بأي حال من الأحوال يمر لصالح النظام. عشان كده يمكن أنا متناول في الحلقة الثانية موضوع قصة البيان الأول كان بيطلع يوم يعني 28 29 بعض تعليمات من الجيش: خلوا بالكم مش عارف ايه، خلوا بالكم من المخربين بتاع. لكن البيان الأول الحقيقي للقوات المسلحة اللي قاله اللي هو اسماعيل عثمان هنا في التلفزيون هو البيان اللي ركز، هو فيه 6 نقاط. لكن البيان ده اتعمل ازاي؟ اجتمع المشير والفريق وعدد من القادة العسكريين من أعضاء المجلس الأعلى في الغرفة أو القاعة الملحقة بمكتب المشير في هذا الوقت، ودرسوا الموضوع، وظل الاجتماع مطولا وكان الكلام فيه صريحا للغاية. تمام. كان في قدر كبير جدا من الحماس من أعضاء المجلس العسكري بأننا سنقف مع الشعب هذه المرة ولن نترك الشعب بأي حال من الأحوال، وإن احنا لن نترك أي مخططات تستهدف الوقيعة بين الجيش وبين الشعب. تمام. فاتفقوا على هذا البيان وصيغ البيان
وادوه للواء اسماعيل عثمان مدير الشؤون المعنويه، واصبحت القضيه كيف نذيع هذا البيان. جم هنا للحقيقه وللتاريخ، وقابلوا الاستاذ عبد اللطيف المناوي، قابل الاستاذ عبد اللطيف المناوي النقطه اللي نتوقف عندها، اللي كان يقال انه كان ليه دور. نعم الاستاذ عبد اللطيف المناوي دور حقيقي بغض النظر دور عن الاتفاق او نعرف من الاختلاف، حضرتك. لكن ليه دور حقيقي في يومين. تمام. يوم الاول من فبراير انه اسماعيل عثمان طلب منه ان ينزل البيان ده بتاع القوات المسلحه، صدر عن القياده العامه للقوات المسلحه، دون ان يعلم انس الفقي وزير الاعلام. وفعلا استاذ عبد اللطيف خد البيان ونزله على طول، كان متسجل اللي هو اسماعيل عثمان مسجله في المكتبه طبعا في القياده العامه، ونزل البيان. فوجئ به وزير الاعلام، وفوجئ به رئيس الدوله، وفوجئ به جمال مبارك. يعني على مسؤوليته الشخصيه، على مسؤوليه عبد اللطيف المناوي. طب هل ترتب على اذاعه هذا البيان يعني طبعا داخل الكواليس بقى مشاكل؟ اولا حصلت مشاكل كبيره جدا بين وزير الاعلام وبين عبد اللطيف المناوي، وكاد يمشيه في هذا الوقت لولا تدخل القياده العامه للقوات المسلحه، وقالوا يعني وبالتاكيد كان ده بياننا وده موقفنا اللي احنا اعلناه. طبعا الرئيس كان غاضب جدا من هذا البيان السابق. الرئيس السابق كان غاضب جدا من هذا البيان، والحقيقه دعا الى اجتماع بالليل في نفس يوم نفس يوم الاول من فبراير، اجتماع بالليل في رئاسه الجمهوريه. تمام. حضروا الرئيس مبارك وعمر سليمان والمشير والفريق سبعنان وايضا قائد الحرس الجمهوري. ودار في هذا اللقاء حوار مهم جدا حدد مصير ومسار النظام السياسي في مصر في هذا الوقت. ابرز نقاط هذا الحوار بقى يمكن هيتنشر في الحلقه الجايه، انا مش عايز احرقه لحلقه يوم الاثنين، لكن انا عايز اقول انه في هذا اللقاء يعني ظهرت الوطنيه الحقيقيه للجيش المصري وقادته ممثله في المشير وسامي عنان امام الكل. كيف جرى الحوار بين الرئيس وكيف جرى الحوار بين المشير ورئيس الاركان، ماذا قال وماذا قالوا، واللي قالوه مفخره يجب ان يعني تبقى تاج على رؤوس الكثيرين من قاده الجيش العظيم اللي هم خدوا موقف قوي وتصدوا للرئيس السابق في هذا الوقت، وقالوا احنا واخدين الموقف ده على مسؤوليتنا الخاصه ومش هيهمنا اي حاجه ولا يهمنا اي مواقف تحصل ومن هنا كان الدور البطولي اللي لعبه الجيش في بدايه الثوره، بان هو دعمها وفجر الثوره ودعمها. ده صحيح، يعني الثوره طبعا صنعها الشعب المصري من الاساس وشباب هذا الوطن اللي قاموا بالانتفاضه اللي بدات انتفاضه تحولت الى ثوره. يا استاذ مصطفى، هل هي اخذت مراحل الشباب ثم الشعب ثم انضم الجيش؟ لا شوفي، اولا يعني هذه الثوره هي بالتاكيد نتيجه تراكمات كبيره جدا. اكيد كل فرد مصري وطني شريف لعب دورا في هذه الثوره، بمواجهه النظام السابق، بالكشف عن فساد، بمظاهرات كانت متقطعه، بحركات احتجاجيه كانت بتخرج، الى ان تجمعت كل هذه العوامل في النهاية وصنعت هذا الانتصار العظيم للشعب المصري اللي مضى في أيام 25 و26 و27 إلى يوم 28. أنا متذكر يوم بعد ما طلعنا في جمعة الغضب، كنت في الأزهر، متذكر يوم 29 أنا وقفت هنا في شارع رمسيس الساعة 9 الصبح وحدي فقط، هتفت بس، مجرد هتفت يسقط حسني مبارك. بعد ثلث ساعة كان حوالي 5000 بياخدوني على الأعناق ونطلع على ميدان التحرير، كنا وصلنا 30000 هناك. لما طلعنا في التلفزيون كانت المساحة كانوا شايلين على الأعناق، مش شايف حواليا، مش شايف الناس حواليا من حجم هذه الأمواج البشرية. فالشعب العظيم اللي صنع النصر ده بالتأكيد كان الجيش لا يمكن أن يتخلى عنه بأي حال من الأحوال. صحيح. لكن أنا عايز أقول للتاريخ إن كل أعضاء المجلس الأعلى وفي مقدمتهم المشير ورئيس الأركان كانت أرواحهم على أكفهم، لأنه لو لم تنجح هذه الثورة لكان على حد تعبير الفريق سامي عنان جميع هؤلاء رؤوسهم على باب زويل. صحيح. دلوقتي استاذ اتفضل. لا. يعني في سؤال قد يتبادر الى الاذهان، حضرتك بتسرد حقائق ووقائع حقيقيه جدا جدا، وفيها ما هو نعلمه وفيها ما لا نعلمه من الكواليس، وليك طبعا مصادر
يعني يعني قويه جدا جبت منها هذه يعني الأخبار. بالتاكيد بالتاكيد يعني بالتاكيد في مصادر قويه، لانه مش هخترع كلام من عندي يعني. ده اولا الجيش، ده الجيش، وبعدين ده التاريخ. طبعا يعني ده التاريخ يعني. اي حقيقه، اي معلومه كاذبه هنلاقي الشؤون المعنويه كذبتها. لا هو انا ما كملتش سؤالي لحضرتك يا فندم. يعني مش ده القصد. القصد ايه؟ القصد انه بقيت بقى ولا تقربوا الصلاه نكمل. القصد بقيت السؤال انه دلوقتي هذه الحقائق التي تسردها في هذا الكتاب، يعني كيف استطعت ان تكون حيادي في سرد كل التفاصيل وفي مسألة توثيق الأحداث دون أن تنحاز إلى الثورة أو إلى أي كان من الاتجاهات أو الأفكار الأخرى؟ شوف أستاذ أميمة، أولا عندما تكتب وعندما تسرد حقائق للتاريخ وللمستقبل والأجيال القادمة لابد أن تجرد نفسك من أي غرض أو هوى. طبعا أنا مع الثورة من الألف إلى الياء، ولكن حتى وأنا ضد النظام السابق من الألف إلى الياء، لكن في حقائق ستسرد هنا حول بعض القضايا التي تمس النظام السابق أو بعض المواقف أنا رعيت فيها أن تكون حقائق تاريخية مجردة بغض النظر بحب ولا بكره الرئيس السابق. لكن مثلا يوم 10 أو 11 ويمكن ده فصل هيبقى الأكثر إثارة في الكتاب، اللي هو فصل التنحي. حضرتك المفروض كنت تبتدي الكتاب مع بدايه رمضان، كان هيبقى فيه اثراء اكتر الناس تتابعه. يعني بقول ماذا حدث يوم 9 ويوم 10 وازاي الرئيس اتنحى، وقصه بيان التنحي، وقبلها قصه المونتاج اللي اتعمل في نقل الاختصاصات لعمر سليمان. في اسرار مذهله كيف تم نقل السلطه. ايه هل الحوار اللي حصل في الوقت ده بين المشير وبين الرئيس، بين عمر سليمان وبين المشير. ليه سوزان وجمال كانوا مش عايزين يمشوا وفضلوا اخر ناس؟ ليه؟ يعني ليه؟ لا بعدين بقى. لا عايزين نعرف دلوقتي ليه. دي عايزين نعرفها. هم اخر اثنين، مش اخر اثنين كانوا متشبثين بالسلطه حتى النهايه، مع ان الرئيس كان في شرم الشيخ في الوقت ده. ده طبيعي يعني. كما كان الامر طول فتره حكمه. لكن لا في اليوم ده غادر ظهرا. لا يعني كما كان الامر، اقصد هم كانوا دايما طبعا متشبثين. مكانه يعني اللي كان دايما يعني بيروح، انما في اليوم ده يوم الجمعه كان اول واحد غادر الساعه 12 وخد معاه علاء واسرته، وخد معاه زوجة جمال مبارك، وبقيت سوزان احنا هنحرق شفت بقى، عرفنا ناخد من حضرتك ازاي هو على الهواء. عشان احنا بلديات. طيب استاذ مصطفى، يعني اللواء عمر سليمان هذا الرجل له دور محوري في العمل المخابراتي المصري، وتحديدا له دور محوري في فتره الثوره، سواء من بدايه الثوره المصريه وحتى تنحي الرئيس السابق مبارك. ماذا ذكرت عن عمر سليمان في هذا الكتاب؟ شوف انا يعني اتكلمت اولا عن ما ذكرته او ما ذكره موقع ويكليكس حول برقيات السفاره الامريكيه في التوريث. وكانت البرقيات دي كلها بتقول ان في 2 بيقفوا ضد التوريث: المؤسسه العسكريه، مشير والفريق والمجلس الاعلى، واللواء عمر سليمان. وعشان كده لو تتذكر اثناء الزياره الاخيره للرئيس السابق في الولايات المتحدة الأمريكية كان معاه عمر سليمان. صحونا صباحا لقينا ملصقات في مناطق كتيرة جدا في مصر بتقول عمر سليمان مرشحا لرئاسة الجمهورية وصورته في الشوارع. فحصل حالة من الانزعاج شديد جدا، وتحرك جهاز الأمن القومي بعد اتصال مع عمر سليمان وبدأوا يحققوا مين اللي عمل الصور دي، مين اللي حطها، وتوصلوا إلى حقيقة واضحة أن من فعل ذلك هو أحمد عز ومجموعته. كان الهدف بالأساس الوقيعة في هذا الوقت بين عمر سليمان وبين الرئيس حتى يمكن فتح الطريق أمام جمال، لأن رغم كل ما كان يقال يوم 4 مايو كان في استوديو معمول في الحرس الجمهوري، وكان من هناك مبارك في عيد ميلاده سيعلن تخليه عن السلطة ويطلب من الأحزاب السياسية أن ترشح مرشحيها، وكان مرشح الحزب الوطني هو جمال مبارك. استاذ مصطفى، احنا بنعتذر لحضرتك لضيق الوقت، بس بننتظر مزيد من التفاصيل والاثاره من خلال كتاب حضرتك الجيش والثوره من الميدان الى الانتصار. شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك. صباح الخير. صباح النور. اعزائنا المشاهدين، فقرتنا خلصت، مستمرين معاكم.